السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. فيديو النهاردة كده روتين سريع لتجهيز سفرة الفطار. هنعمل مع بعض وصفات حلوة وسهلة وبسيطة، وكمان هنقول مع بعض ازاي ننظم كده وقتنا وايه اللي نبدأ بيه الاول بالنسبة لبناتنا الحلوين الصغيرين لسه اول سنة جواز، وكمان اللي بادئين يعملوا كده عزومات جداد. هنبدأ نجهز كده مع بعض ونشوف ترتيبنا ايه في تجهيز الفطار، وازاي تبداي ان انت تنظمي وقتك وتبداي بايه الاول. مبدئيا كده نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. هنعمل النهارده مع بعض طريقه عمل المحشي، وهنعمل كمان معانا بط وفراخ. هنعملهم بطريقه سهله وبسيطه، هتطلع معاكي طعم الشوربه ممتاز، وكمان طعم البط والفراخ هيبقى طعمهم في منتهى الجمال، واخدين من التتبيله وطعمهم حلو ولحمهم مستوي جميل زي ما انتم شايفين. حطيت معايا كده مبدئيا معلقه من السمن البلدي كده على النار، وبعد كده بدات ان انا احط فيها الفراخ والبط يتشوحوا كده مع بعض لحد لما ينشفوا كده وينزلوا الدهون اللي فيهم. بعد كده معايا طبعا البصل ببدأ بيه اول حاجة، بقشره كله. كل كمية البصل انا هشتغل بيها في الوصفات اللي معايا وبغسلها كويس. وبعد كده ابدأ ان انا اشتغلها في الكبة. لو حابة ان انا بصلة خشنة شوية يعني بفرمها فرم سريع. لو حابة ان انا انعم البصلة معايا بزود عليها في الكبة، وبسهل على نفسي الامور بان انت تجهزي مع نفسك كده البداية كل البصل اللي انت هتبداي تستخدميه في الوصفه، علشان خاطر كل شويه ما تبدايش ان انت كل شويه تقطعي بصل، يبقى كله مره واحده فيكون سهل عليكي. بعد ما قطعت كده معايا البصل وجهزته وفرمته بالشكل اللي انتوا شايفينه، هبدا اخد بقى معايا كده كميه من البصل المفروم خشن شويه، وهبدا ان انا اجهز بيه التتبيله او المرتة اللي هحطها معايا على البط والفراخ. هحط عليهم حبايه كده من الطماطم، وهحط كمان فلفل اسود وبهارات لحمه، وكمان هحط معايا جوز الطيب وحبهان ومستكه وورق لوري، يعني كل البهارات اللي بتحطيها على الفراخ او اللحمه. وهبدا ان انا احطهم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده عليهم، ويبداوا ان انا اقلبهم فيهم واسيبهم مع بعض كده في حدود 5 دقايق او 10 دقايق لحد لما ياخدوا شويه كده من التتبيله. وبكون معايا ميه مغليه وبنزل عليهم بيها واحط الملح بتاعهم. طيب اخدت البصل انا فرمته بالشكل دون، وبدات ان انا اجهز معايا خلطه المحشي. حاطه شويه من الزيت على النار وبشوح بس البصل تشويحه بسيطه، ما بخليش البصل معايا ياخد لون. وبعد كده بنزل معايا بالطماطم فرمها برضو بعد البصل على طول في نفس الكبه، وببدا ان انا احط عليهم الملح وشويه من البابريكا ومعلقتين كده من الصلصه، وبسيب الصلصه معايا تسبك معايا. بعد كده ببدا اجهز معايا الخضره. باخد الخضره طبعا انقيها وانضفها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبحطها بقى في الميه وببدا ان انا اجهزها. معايا البتنجان هاخده بعد ما حطيته في ميه بملح كده ونقعته، برجع ان انا اشوحه كده في شويه من الزيت قبل بقى انا احشيه. تقدري ان انت تسلقيه وتقدري ان انت تشوحيه. ببدا ان انا اخرط الخضره بالشكل اللي انتوا شايفينه. تقدري تخرطيها ناعمه خشنه شويه، يعني على حسب ما انت بتحبيها. انا عن نفسي بحب الخضره تكون وسط، ما تكونش خشنه قوي ولا ناعمه. بعد كده بنزل بيها على الرز المغسول ومتصفي كويس، وببدا انزل معايا بشويه كده من الفلفل الاسود والكمون والكزبره والبابريكا، وكمان شويه من البهارات. وبضيف كمان معايا حبيتين من البصل كده مفرومين ناعم ني في ني من غير ما يكونوا مستويين. وبعد كده بنزل بالصلصه معايا واظبط الملح، وكده بتكون جاهزه معايا خلطه المحشي تحشي بيها اي صنف محشي او اي نوع حابه ان انت تعمليه. ببدا ان انا اجهز معايا كده الكوسه متقوره طبعا ومغسوله كويس، وابدا ان انا احشي معايا الكوسه والبدنجان بنفس الطريقه. بتحشي وبتسيبي مسافه بسيطه كده في المحشي علشان الرز ما يطلعش منك من المحشيه. زي ما انتم شايفين كده، يعني بتسيبي مسافه بسيطه خالص كده، وبتكوني مظبطه معاكي المحشي كويس. ما بتضغطيش المحشي قوي ولا بتخليه مهوي قوي، يعني يكون وسط. طيب معايا الكوسه كده بعد ما جهزتها معايا وحشيتها، بكون حاطه طبعا في الحله من تحت طماطم وبصل وفلفل متقطعين، وببدا ان انا احط معايا الشوربه بتاعتهم. الشوربه بكون ضايفه عليها معلقتين كده من الصلصه بتاعت المحشي، وببدا ان انا احط المحشي معايا يستوي. هجهز معايا بقى خلطة كده احطها على البط والفراخ ادهنهم بيها. معايا معلقتين من صلصة المحشي ومعلقة من الكاتشب ومعلقة من المايونيز، وكمان حاطه معايا معلقه من الزبادي. وببدا ان انا ادهن معايا الفراخ
والبط، وبدخلهم معايا ومعلقه كمان من السمن البلدي، وبدخلهم معايا ياخدوا وش كده في الفرن. طبعا الكوسه بحبها تكون في الفرن، فعشان ما تاخدش معايا وقت كتير وتاخد كمان شوربه كتيره في التسويه، بحطها تستوي على النار، وبعد كده ببدا انزلها معايا في صينيه وادهنها من نفس صلصه المحشي وشويه كده من الزيت، وبدخلها معايا الفرن تاخد وش وتتحمر وتطلع اكنها معموله من البدايه في الفرن. جهزت معايا العصير ده خشاف، وكمان عليه عصير مانجا. تقطعي بقى فاكهة على حسب ما انت حابة. وده كان عصير او مشروب الفطار معانا. دي شكل الفراخ بعد ما طلعت معايا يا جماعة، والبط بالشكل اللي انتوا شايفينه، خدت لون حلو جدا وطعم كمان من التتبيلة حلوة. وكمان ده المحشي معانا. بتمنى وصفة النهاردة تعجبكم، وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الكل يستفاد. ولو حابين اي وصفة تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، وبتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.